السلام عليكم ورحمة الله، أهلًا وسهلًا حبايبي عاملين إيه؟ النهارده إن شاء الله مع بعض هنتعلموا نعمله مع بعض المفتّة بطريقة سهلة وبسيطة. ما تنسوش الاشتراك في القناة، والمتابعة على صفحة الفيسبوك، ودعمنا بلايك. يالّا نسمي الله ونبتدي. مقادير النهارده إن شاء الله هنحتاج 2 كيلو عسل أسود، كوباية من الزيت، وكوباية من الدقيق، وكوباية من السمسم، وكوباية من السوداني، 3 معالق من الحلبة الناعمة، وآخر حاجة هنحتاج نُص ليمونة عشان التسكير يا جماعة بتاع العسل لمّا نيجي نغليه ما يسكرش مننا على النار. أول حاجة هنجيب حلة ونحطها على النار. الحلة لمّا تسخن هنضيف لها كوباية من الزيت، الزيت يسخن معانا كويس جدًا. أول ما يسخن الزيت هنبتدي ننزل بالدقيق. أول حاجة هنحط الدقيق ونقلب باستمرار لحد الدقيق ما يبتدي يستوي على النار، ونشم ريحة الدقيق وهو بيستوي. لازم إن إحنا نسوي الدقيق كويس يا جماعة جدًا. أول ما يستوي هنضيف كوباية السمسم، وبرضه لازم نسوي السمسم لحد ما يحمر. لمّا يبتدي يحمر السمسم هنضيف السوداني. لسه السمسم أهو بيحمر معانا على النار، ما نتسرعش. هنا بقى هنضيف السوداني. أيوه، السمسم اتحمر كويس معانا وضفنا السوداني كويس. نفضل بقى ايدينا في الحلة ما نسيبهاش بالتقليب المستمر، لازم نقلب باستمرار لحد ال3 ما يتمزجوا مع بعض. هجيب حلبة معقودة من عند العطار وهضيف 3 معالق منها، وهقلب برضو باستمرار لحد ما تتمزج معاهم كلهم المكونات مع التقليب. وأول ما هيتقلبوا مع بعض يبقى كده المكونات دي كلها إيه استوت على النار. هنجيب العسل ونضيفه، بس نوطّي العين واحنا بنضيف العسل عشان العسل بيفور يا جماعة. ما تنسوش توطّي العين عشان لسعة العسل وحشة جدًا. أيوه، نبتدي بقى نقلب، ايدينا تبقى في الحلة عشان إيه العسل ما يفورش. وما تنسوش واحنا شغالين نصلي على النبي، من وقت للتاني نقلب. هنا كده هيبتدي يغلي معانا الإيه العسل، هتبتدي تغلي. نقلب برضو تقليبتين، وبعد كده لما هتغلي كويس جدا هنضيف نص من الليمون. اهي ضفنا بقى الليمون على النار، وهياخد برضو معاه غلوة صغيرة جدا. أول ما هيغلي بس هنا كده اهو غليت كويس، هنطفي عليها بقى ونسيبها لما تبرد، وهرجع لكم تاني. ودلوقتي رجعت لحضرتكم بعد ما عدى نص ساعة. لما بردت خالص عبيتها في البرطمانات زي ما حضرتكم شايفين كده اهو. هي خدت معايا ايه حوالي برطمانين ونص. بصوا شايفين السمك بتاعها تقلها. على فكرة لذيذة جدا يا جماعة، مفيدة جدا في السندوتشات للأطفال وهم رايحين المدرسة، وجميلة جدا. وبتدي دفء في الجو اللي احنا فيه في الشتاء، مفيدة جدا. أرجو إن انتوا تجربوها، ودعمي والاشتراك في القناة، واعملوا لايك. ولو في أي اقتراح أي عمل أي أكل أنتوا نفسكم فيها يا ريت تكتبوا لي في الصفحة وأنا هعملها لكم إن شاء الله. وشكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.